السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا لهذا اليوم أعزائي المستمعين عن خير الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة الذي ملأ الدنيا نورا بمقدمه. رحم الله حسان بن ثابت رضي الله عنه إذ يقول في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Aba al-Qasim, ya Habibi, ya Muhammad, ya Shafi'i, ya Muhammad, خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وألينهم كفا، وأطيبهم ريحا، وأكملهم عقلا، وأحسنهم عشرة، وأعلمهم بالله، وأشدهم له خشية. وها هو الصحابي جابر رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة وعليه حلة حمراء، فجعلت أنظر إليه وإلى القمر، فإذا هو عندي أحسن من القمر. محمد صلى الله عليه وسلم. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind. Aba al-Qasim, ya Habibi, ya Muhammad, يا شفيعي يا محمد، خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين معلم. تعالوا بنا أعزائي المستمعين لكي نتعرف على هيئته صلى الله عليه وسلم من أقوال الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واسع المنكبين، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، غصن بين غصنين، إذا مشى كأنما طويت له الأرض،
يقول عنه أنس بن مالك رضي الله عنه خادمه أنس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون، كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل الشمس والقمر في الإشراق، مليحا كأنما من فضة، حتى كأن وجهه قطعة قمر. قال عنه البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، فصلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. إذا طلع بوجهه على الناس تراءى جبينه كأنه السراج المتوقد يتلألأ. كان حاجباه صلى الله عليه وسلم قويان مقوسان متصلان اتصالا خفيفا لا يرى اتصالهما. أما أحبتي، استمعوا معي إلى وصف السيدة عائشة رضي الله عنها عندما تصف عيني الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول: كانت عيناه صلى الله عليه وسلم نجلاوان فيهما دعج، والعين النجلاء الواسعة الحسنة، والدعج شدة سواد الحدقة. وكان في أشفاره وطف، أي كانت رموشه طويلة شديدة السواد. وكان صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر، كث اللحية بمقدار قبضة اليد، وكان يطيبها أي يضع عليها الطيب. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنقه سطع، أي شديد بياض العنق كأنه إبريق فضة. وكانت عنقه ليست بالطويلة وليست بالقصيرة، فكانت عائشة تقول رضي الله عنها: كان أحسن عباد الله عنقا. وكان صلى الله عليه وسلم في صوته صحل، أي في صوته بحة جميلة. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله،
نبي الله يا رسول الله. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وابن عبدك وابن أمتك صفوة خلقك وخليلك الرحمة المهداة نبيك ورسولك الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إليك وجواره الكريم في جنة الخلد. وبهذا نكون أنهينا حلقتنا لهذا اليوم، أعدها وقدمها لكم ردينا آسف. السلام عليك يا رسول الله.